أسعد الله مساكم أعزائي المشاهدين الكرام وحلقة جديدة من برنامج تسري. ضيف الحلقة لهذا اليوم هو الدكتور حسين الدهموشي، رئيس لجنة الصحة والبيئة في محافظة بابل. فأهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور. حياكم الله أخي العزيز أستاذ منذر، أسعد الله مساكم بكل خير. الله يعزك ويسلمك. يسلمكم. حقيقة ملف الصحة مهم جدا، لذلك حبينا نسلط الأضواء عليه. موضوع جدا مهم وموضوع حقيقة شائك في محافظة بابل. التقيت بالنائب أمير المعموري، بداية تحدثنا عن موضوع المستشفى التركي. الظاهر راح تكون مشكلة أزلية. المستشفى التركي صرح تصريحات خطيرة. المستشفى التركي شهريا يستلم 5 مليار شهريا. بلي. اليوم كونك رئيس لجنة الصحة، شنو اللي قدرت تعمله لهذه المشكلة في المستشفى التركي؟ أحسنت، يعني شكرا جزيلا لاستضافتك الرائعة والقيمة وإثارة هاي المواضيع الحساسة. الله يحفظك دكتور. موضوع مستشفى التركي على عجالة هو عبارة عن عقد تشغيل مشترك. نعم. هذا العقد هو واحد من 7 عقود في كل العراق، في بابل، في كربلاء، في البصرة، العمارة، نعم. الناصرية، بغداد، تقريبا مستشفى الشعب. 7 عقود متوزعة على 3 شركات، شركة شام جروب التركية، يعني شركة إيطالية وشركة قطرية بالنجف أيضا. نعم. بالنجف السابعة النجف. هذا طبعا ضمن البرنامج الحكومي لحكومة السيد السوداني، وكل تنفيذه لوزارة الصحة. هذا العقد طبعا أنا ما تحدثت بالعقد إلا بعد ما هضمته 3 أشهر. أنا أحلل بالعقد كلمة كلمة. عقد فاسد بامتياز. عقد يعني به بنود أنا أعتقد يعني هي قد تعتبر من مصادق إذلال العراق. يعني اليوم أني أي شركة تعاقد وياها داخل العراق، أنا الحاكمية إلي، أنا المتعاقد، أنا صاحب الأموال. نعم. فيكون التحاكم إذا كان عندي خصم، يعني خصومة مع الشركة داخل العراق، هذا العقد الخصومة نتحاكم في جنيف، نتحاكم إذا نتحاكم عليه في محكمة خارجية بتنفيذ أو بتطبيق الدستور العراقي أو القانون العراقي باللغة الإنجليزية. خبطة، تحسها خبطة. ليش؟ وليش بجنيف؟ ليش؟ هذا موجود بند العقد. من أعد العقد؟ هو هنا السؤال، من أعد العقد؟ هل أعدت العقد وزارة الصحة اللي هي الجهة المعنية؟ قطعا لا، مستحيل، لأنه هو كثير من أمور العقد ما يعرفون بها. ومعالي وزير الصحة ما يعرف بالعقد شنو. لما رحنا أنا والنائب القرعاوي نسولف ببعض الجزئيات قال لا كلامكم مو صح. قلت له معالي الوزير تفضل اقرأ العقد. حتى الوزير حتى العقد ما قاري، الهيد ما يدري به. وإذا يدري هسه هنا إن كنت تدري فتلك مصيبة، هاي مصيبة، وإن كنت لا تدري أو لا تعلم فالمصيبة أعظم. فإذا كان يدري والعقد معد بوزارة الصحة فهاي طامة، وإذا ما يدري فهاي طامة أكبر. أكيد. وتبين فيما بعد يعني إنه المعلومات اللي وصلتنا إنه شركة أعدت هذا العقد قبال أو مقابل 600 مليون، هسه ما متأكد أنا، 600 مليون عراقي. ونفس هاي الشركة اجت تدقق على العقد كثيرد بارتي نسميها، كطرف ثالث لتنفيذ العقد. وهاي طامة كبرى. هاي العراق بمفكريه بعمالقته بالقانون بغيره يعني تجي تلقى أنا حقيقة هي مبينة دكتور. واستغرب ليش بجنيف؟ ليش لازم العقد باللغة الإنجليزية أو شيء؟ ليش يعني؟ والعقد يقول يسلم القسط الشهري اللي هو هذا المبلغ. طبعا المبلغ هو 81 مليون دولار لمدة سنتين، يعني يطلع 120 مليار بالسنة، 60 مليار، يعني بالشهر 5 مليار. سلم القسط الشهري البالغ 5 مليار أو 3375 ألف دولار بدون قيد أو شرط. هاي الكارثة. خاوة. نعم هو خاوة بدون قيد أو شرط. يعني هاي كارثة. أنا ما أعرف، يعني مستغرب. يعني دكتور من اللي وراء هذا اللوبي؟ يعني بصرف النظر عن من وراء هذا اللوبي، أستغرب عن صمت القضاء العراقي، وأستغرب أشد استغراب عن صمت هيئة النزاهة الاتحادية الكارثية. القضاء يجوز ما يدري ما وصل الموضوع. يعني أنا حقيقة أكو أمور لما تثار بالرأي العام مو أنتظر يقدموا لي شكوى أو أوراق، ما أنتظر أنا اليوم كجهة معنية على جهة رقابية قضائية كذا ما أنتظر يقدموا لي أوراق، لا، دس فريق أموال العراق. تعرف شنو أموال العراق؟
تعرف شنو تعطي المستشفى واحد بالسنة 60 مليار، وانت دائرة الصحة بيها 16 مستشفى، بيها 125 مركز صحي، بيها 10 مراكز تخصصية، تمويلها ايش قد؟ 20 مليار. انت تعي حجم لا حول الله، شو هالمفارقة؟ 16 مستشفى، 125 مركز صحي، 10 مراكز تخصصية، إلى الآن ما صار لها 20 مليار، وتعطي المستشفى واحد 60 مليار. يعني حقيقة المستشفى التركي يعني كارثة، ما أعرف يعني. أمانة الله. يعني هو هسه بصرف النظر عن إنه يعني إحنا المشكلة كنا نسمع بالمليار نقول هواي، الآن لما قمنا نسمع بفساد التريليونات، الصفقات التريليونية، صار هذا فلاسين، بس هو يبقى ملف فساد. يعني مثلا القضاء يحكم لشخص على مود ماخذ له زين دكتور، جبن مثلثات ب1500، وقضية واضحة. زين دكتور، قضية واضحة. أنت جاي تحكي بيه بالمستشفى التركي. نعم. أمير المعموري جاي يحكي بيه بالمستشفى التركي. محمد المنصوري جاي يحكي بيه. نعم. أعتقد حيدر المطيري يتكلم عنه. كلهم حكوا. زين، هل من المعقول هاي الناس اللي دا تحكي بمستويات وبمراكز حساسة بالدولة، اللي لجنة تشريعية ورقابية وتنفيذية، يعني هل من المعقول القضاء والنزاهة ما اتخذت قرار أو وزير الصحة؟ لا، راح أقول لك فد شغلة مهمة، كلش مهمة. هاي مجلس محافظة بابل اللي هي تعتبر من الإيجابيات الكبيرة لهذا المجلس، مجلس محافظة مع 3 نواب من بابل، للأسف بس دول حضروا بالجلسة، مع محافظ بابل، كلهم على أساس الحقائق اللي قدمتها صوتوا بإنهاء العقد. واحنا من جزء من واجباتنا وفق قانون المحافظات رسم السياسة للمحافظة. زين، أنت يا رئيس وزراء من خصصت هذا الأموال بالبرنامج الحكومي وشملتني كبابل. ليش شملتني؟ لأنه أنا محتاج، لأن أنا وضعي سيء. طبعا الرعاية الصحية في بابل حطب، تراب، طحين، شو تريد تسميها بهاي المصطلحات اللي المفروض توصل للمواطن، منتهي، وضع مزري. لذلك أنت واقع مزري ووضع سيء. لذلك أنت قلت هاي أموال لكم لإدارة. تمام، أنا دوري شنو دار الصحة؟ غير تسألني أنت ايش محتاج، تجي تفصل أنت، تجيب عقد وتفصلني عليه، لو بالعكس أقول لك احتياجاتي شنو هي. نعم، تقول لي ما محتاجين، يعني أنت ترجع، لا أقول لك لا محتاجين، اعطينا هاي الأموال، راح أعطيك هاي الأموال اللي خالها لسنتين، أخليها تمشيني على الأقل 6 سنوات وتنعش واقع الصحي في بابل. مكان السنتين أمشي، أنا مسؤول عن كلامي، 6 سنوات، وأجيب اللي أحتاجه. حتى يقولون عجز مالي عندنا. وأجيب اللي أحتاجه. زين، وين العجز المالي؟ هاي العجز المالي هسه نسولف بيه، أخذته من حصتنا التشغيلية أعطيتوها للمستشفى التركي، ولذلك يصعدنا عجز. لذلك احنا نحتاج 52 مليار سنويا، اعطيتونا العام ما بهن 35، وهاي السنه اعطيتونا 17، وصلنا 22. هاي اموالنا دا تاخذوها للعقد التركي. زين دكتور، انتم كحكومه محليه نعم. صوتوا على انهاء العقد وطن الموجبات. زين، هاي صلاحياتكم، وحولناه للقضاء، وحولناه الى ديوان الرقابه، اللي استغرب كثيرا من ديوان الرقابه الماليه الاتحادي، هذا الديوان الكبير، الجهه الكبيره، وين اجراءاتك؟ زين، انت من تتخذ اجراءاتك، وموضوع مهم، من تتخذ اجراءات يا ديوان الرقابه. تدري انت ديوان الرقابه يتوسل دار الصحه بوزاره الصحه لما تعطي العقد، ما تعطي العقد الى الان. يعني الحد قبل فتره انا كتاب نشرته متعمد فتره طويله، ويقول لهم احنا راح نروح عليكم للقضاء ونتخذ. يعني مريب، عجيب. من هو اللي غريب هذا الموضوع؟ من هو اللي ما يقبل بانهاء العقد؟ رئيس وزراء محمد شاع السوداني، غيره وزير يقول مو يمي، هذا عقد حكومي. ورئيس الوزراء المبجل الموقر يقول ايش بيهم اهل بابل محتاجين، في لقاء له على قناه دجله، ايش بيهم محتاجين اهل بابل؟ اخي العزيز، مع احترامي لك، اذا انت ما تعرف تشك من البوك بهذا الموضوع، اكو ناس تسولف لك شكو، وجينا نريد نسولف لك يا رئيس الوزراء. يعني ناشدتك ودزيت لك ومدير مكتبك كل شيء، ما حصلنا. دزيت لك كتاب رسمي، لم تعترف بكتاب رسمي بتوقيع رئيس مجلس محافظة بابل اللي هو بمثابة رئيس وزراء. تعتقد رئيس وزراء مستفيد من هاي العقد؟ هسه ما ادري، انا ما اتهم، لان ما عندي دليل. لو عندي دليل وهو ادري بيه مستفاد اقول مستفيد، ما عندي دليل. يجيك توقيع من رئيس مجلس يقول لك نريد نقابلك، قد اشرح لك ملف الفساد، مع احترامي تقابل اصحاب مطاعم ومهن وبلوجرات، وانا رقابي امثل شعب، امثل 100,000، عندي دليل على مفسدة كبيرة بحكومتك، ما تستقبلها؟ فاشينيستا يستقبلها رئيس وزراء. مع احترامي اعتبرني حالي حال الناس، استقبلني. ليش ما قبلت تستقبلني؟ لان تدري هذا بي ان الموضوع، تدري هذا الموضوع بي ليك،
تدري من أقول لك يا رئيس الوزراء؟ أنت عندك علم أنه يأخذون من عندي شهريا 800 مليون مليار إلا شوية على مود برنامج ما متنصب ومشتغل عندي؟ شنو هذا البرنامج؟ برنامج الهمس، إدارة المستشفى الإلكترونية. إيه؟ حتى ما تتعب أنت من تجي يأخذون اسمك وعناوينك، وأنت تروح يم الأشعة تلقى اسمك موجود تاخذ، ما أعطيك قصاصة، وتروح يم المختبر تلقى اسمك موجود وتحاليلك ما أتعبك كاتب لك إياهم باليد. 800 مليون شهريا، 10 مليار وكسور سنويا. من هذا؟ للبرنامج، للشركة التركية. والبرنامج ما مشتغل. شنو هالتسليب هذا؟ والبرنامج ما مشتغل هسه يعني ماكو ما مادي عمل. ياخذون فلوس عليه. نعم دا ياخذون. اقول له شلون تعطي يا موقعين يا مجلس اداره من اهل بابل تولد بابل، شلون تتوقع؟ طبعا هو الاوردر يجيهم من الوزاره، شلون تتوقعون؟ يقول الشركه الاستشاريه اللي هي وظيفتها وفق العقد، عن العقد فلست تفليس، تقول وظيفتها المراقبه والتقييم، ما تفرض عليك، ما تعطيك استشاره قانونيه، ما تقول لك هاي يصير وما يصير، المراقبه والتقييم. ولذلك خلوا اكو جهه تحكيميه اذا اختلفنا، فانت شلون يا مجلس اداره للاسف هسه انت جاهل بالحكم، جاهل بالقانون، ما تعرف شلون تذعن لهم وتوقع؟ شلون توقع على وقود ب 400 مليون شهريا وانت ما مطي ولا لتر؟ انا هسه ضجت على شغله، ضجت ما فازوا الشيوخ بالانتخابات اللي راحت، كان اخذناهم مشى الشيخ همام حمودي ويقعد ويا الوزير يقول له تعال ايش تسوي انت؟ ايش تسوي؟ هاي شكاوى واصلتك، دريت ببابل ايش بيها؟ هسه اكيد عنده علم طبعا. ربما اكيد طبعا أنا بس انا اوصلتها عن طريق شخص مقرب من عنده. زين انا حتى انا صراحه هذا الموضوع يعني كلش عندي بيه، بس لانه امانه ذمه اوصلتها عن طريق شخص مقرب من عنده، سياسي موجود برلماني كان قريب من عنده، قلت له هاي ذمه حتى تتحول بركبه الخاف ما تدرون. اي قلت له اوصلها للشيخ، هذا الموضوع فساد كبير لا يمكن تهاون. عمي شيخ همام حمودي يعني يكفيك انت رافع تاج رسول الله، عمامة رسول الله ولابسها، وهذا اكيد كله برقبتك لانه الوزير من كتلتك، ابشر يا عراق. بالتالي وزير الصحة جاي يلعب بمقدرات محافظة وحياة ناس، وإلا مستشفى التركي يخصص لها 5 مليار شهريا، طامة كبرى، وجهاز هو ما مشتغل أصلا لحد الآن، جاي ينطون عليه 800 برنامج 800 مليون 800 مليون شهريا. جبت وزيرك وقعدت وياه وقلت له تعال يا وزير الصحة أنت تمثل همام حمودي. بابل وصلتها، شفت معاناتهم، أعضاء مجلس محافظة جاي يدزون لك رسائل، جاي تجاوبهم، جاي يناشدونك، ناس جاي تناشدك. يعني احنا ما اعرف هسه نروح للمعمم، نروح للمدني، نروح لابو عقال، هاي الطامة كبرى بعد. يعني بس اجت الانتخابات تلاحقوا المذهب، والمذهب راح ما ادري ايش يصير به، وبالتالي المذهب مجرد كذوبة ولعق على ألسنتهم، بريء منهم المذهب. وكو دليل والله؟ اعطيني دليل دكتور. والله دليل. اعطيني. ماذا سمعت بهاي المرأة الذيقارية اللي انقتلت بالمستشفى؟ احسنت. هاي سمعت بها، يعني ما اعرف، مرة جاية من ذيقار اعطت 15 مليون وماتت. مرة بسيطة من سوق الشيوخ. زين. سوق الشيوخ، بعد سوق الشيوخ شنو؟ لبة شنو؟ طبعا لبة التشيع ولبة المقارعة النظام، ولبة الضيم، ولبة شو يسميها، شكو شغلة ضيم بهذا المذهب بهاي المناطق. تخابر لشركة أهلية تقول لهم يابا أنا مريضة بالكانسر والدولة هاملتني. خابر الشركة؟ شركة أهلية زين. اتصلوا بيها، أنا مريضة كانسر من الناصرية، مرة فقيرة ما عندي والدولة هاملتني، ودي أتعالج، أدي أطلع برا بالهند بتركيا. قالوا له لا، عندك شركة موجودة بالعراق، شركة تركية وبالعراق يمك وروحي. والله طونا الرقم، وطوا الرقم، حجزه وطلع. هذا وين شركة؟ مستشفى الحكيم بالعمارة. زين. مستشفى حكومي هذا، شنو بيه شركة أهلية؟ من الشركة شام يابي جروب، اللي هي نفس الشركة اللي لازمة مستشفى الصادق، واللي نفسه لازمة مستشفى الشعب. حلو. قالوا لهم اي انتم هاي العملية مالتكم تصير بس بعد 4 أشهر، مو هسه، احنا نخابركم. خوش، عمليتكم تكلف هالقد تقريبا بال 15 مليون عراقي، هيئوا اموركم.
هناك ورا 3 اشهر خابرون قال لهم تعالوا شو اسمه للتركي مستشفى الصادق بالحله. زين. فهذا الناس المساكين المقاري جمعوا قسم يمين اخوها، قسم يمين معظم، جمعوا الفلوس، زوجها شرطه وجمعوا الفلوس، جمعوا له 15 مليون واجوا اخذوا عندهم 15 مليون، سووا لهم عمليه على الجناح العام. مستشفى كفر في مستشفى الصادق، كفر بالقانون العراقي، كفر. يعني ماخذين معتهم 15 مليون ومخلينهم بالعام. بالعام، هي العمليه اجرت على الجناح العام، اجريت على الجناح العام. زين. كفر بالقانون العراقي هذا، القانون يجرم هذا الموضوع وفق الماده 31 من دستور جمهوريه العراق. الدوله تكفل حق المواطن بالرعايه الصحيه. كفر بالدستور، كفر بالقانون. زين. كفر محقق. مو بعدين تطلع هاي المرأة، يجي الطبيب، الكارثة الكبرى، القضية كلها مثبتة بكتاب رسمي بتوقيع مدير صحة بابل الدكتور جواد البيرماني المحترم إلى وزارة الصحة، يقول سمعنا بهاي مرة ماتت اسمها فلانة، لما سألنا مدير طبعا العملية وين اجريت؟ في مستشفى الصادق. وين؟ بالعمليات. وين؟ بعلم مدير الصحة. وين؟ بعلم مدير المستشفى. يقول اجريت، ومدير المستشفى التركي يقول لا صح هي اجرت على الجناح العام بس اخذنا $3500 بس، ما اخذنا 15 مليون. هذه الامانه 15 مليون رجعوا لهم 150,000 قالوا لهم ما عندنا كروه. لا حول الله. عطفوا عليهم. لا حول الله. ب $3500 من قبل الطبيب الفلاني التركي المرفوض من قبل اللجان الاستشاريه، ما مصرح له بالعمل، رافضت اللجان الاستشاريه تقول هذا جزء مو طبيب. شلون داخل المستشفى كيف دخل المستشفى؟ كيف طب عمليات؟ شلون سوى عمليه؟ شلون سوى عمليه بجهاز ما يصير يسوي بهاي العمليه وبشهاده الاطباء اللي موجودين اللي تم اخذ افاداتهم؟ خوش. وبعدين ماتت ورا 8 ايام بالسبتسيميا، انتان الدم. لا حول الله. زين، احنا سوينا؟ احنا قلنا له تعال شكلنا لجنه يعني بسبب العمليه توفت. سبتسيميا صار. زين، انتم كلجنه او انت حضرتك كرئيس لجنه الصحه وبيا شكلنا لجنه تقصي حقائق، جمعنا المعلومات، جبنا اهل المريضه، طوع افاداتهم، اخذنا افادات الاطباء، تحول الموضوع الى وزاره الصحه، فتح تحقيق اداري في هذا الموضوع، وللقضاء، القضاء حولها للنزاهه، وصار العمل يعني الموضوع صار له يمكن شو اقول لك يجوز 4 اشهر 6 اشهر. استغرب. اي اجراء قانوني ماكو؟ استغرب يعني هو هذا شويه الغريب بالموضوع. 6 اشهر اكو اعتراف مكتوب بكتاب رسمي يقول لك عمليه تم اجراءها على الجناح العام وتم اخذ مبلغ $3500، تفتح تو براكتس تقول خلافا للقانون العراقي. زين، مو اعتراف صريح. ومن قبل طبيب غير مرخص له للعمل بالمستشفى، طبيب غير مرخص له، ما مرخص، ما عنده ترخيص. هاي إدانة لا مو إدانة؟ طبعا إدانة واضحة. تحتاج انتظار؟ اطلاقا. تحتاج تحقيقات؟ اكيد لا. مو القضاء مو يدور دليل، هذا دليل هو المدير دا يقول، هو مدير دائرة الصحة، مدير رئيس مجلس الإدارة لإدارة هذا المشروع. هذا المشروع بمجلس إدارة 5 عراقيين و4 أتراك اللي كلهم عاقبناهم وطلبنا إعفائهم وإجراء تحقيق إداري وإنزال أقصى العقوبات الإدارية، يعني يكتفون بس بإخراج مدير رئيس مجلس الإدارة. ما أعرف. وهذا اللي أجرى العملية. أنا أعتقد لا، هذا راح الله وياه. وين راح؟ يسمع حسك بتركيا الطبيب. حلو. إيه زين، هذا القضاء العراقي في بابل بغداد اللي المفروض يتخذ إجراء. والله ما أعرف. يعني أقول يعني أكو أكثر استهانة من هاي الاستهانة بروح عراقية، وهسه شوي نحكي طائفيا ننحاز من هذا المذهب، متاجرة بالحياة، من هذا المذهب، حياة المواطن متاجرة. أكو أكثر من هذا الاستخفاف؟ أبدا. مو استخفاف واستهتار. أنا أعتبر استهتار، حقيقة استهتار. زين، موقف مدير صحة بابل شو يقول على هذا اللي يقول سمعت؟ ايه يقول سمعت. ما راح للمستشفى، ما تابع. هو على العموم كتب الرجل بكتاب رسمي. ايش كتب؟ قال اعتراف. يعني لا هو كتب كتاب هو مسؤول عنه، انه هو يدين نفسه ويدين مجلس الإدارة. زين. ويدين الشركة ويدين الدنيا كلها داخلة بالموضوع بكتاب رسمي. والقانون ما اتخذ اي اجراء ابدا الى الان. حلو.
ما اعرف القانون ياخذ 6 اشهر بقضيه. اكو واحد قايل لك انا هسه قايل لك انا قتلت هاي المره، انا قتلت هاي المره وهذا اعتراف، وانا كاتب وخاتم بكتاب رسمي، كتاب دوله رسمي، من راح للوزير ايش قال. تدري من يجيبون هذا المشتكي يعني على مود يطوف فلوس ويسكت، بدأوا يردون يساوموه او كذا جهه معينه، يقولوا له قل لنا حسين دهموش جابك. افتخر يعني مهم. افتخر انا فتحت الموضوع، انا خابرت العائله، افتخر انا واجبي رقابي من اسمع بمظلوميه ما اسكت عنها، وافتخر انه انا اتحمل امور معينه حتى يجي هذا الشخص يقدم الشكوى وكذا، لانه ما يقدر يوصل فقير. افتخر لان هذا واجبي. زين دكتور، هذا واجبي. جزاك الله الف خير على هذا لا مو هاي عيب، الوقفة. عيب تجي لجنه وزاريه من الوزاره تقول له بالله سولف لنا وحسين دهموش، يقول لك عيب هذا الكلام. لجنه وزاريه احنا وياكم واحد، تنفيذ مع رقابه وياكم واحد. انا ما اطمطم لك المصايب وصفقات الفساد، انا اكشفها حتى تعالجها، مو انت عالجها، انت اذهب الى القضاء. من ورقه العراقيين؟ من وراء العراقيين انفسهم. شلون؟ اي شعب، هاي الحكومه من جابها؟ شعب راح بصم لها بالعشرة. زين شعب آمنت بالله. اي انا اليوم عندي قانون، انا هسه هذا القلم اذا اروح لاي مكتبه وابوقه ويقدم علي دعوه ابو المكتبه بانه انا سرقت القلم، راح اتحاسب قانونيا. اكو قضاء اكيد. مو وراح السجن. انا اليوم كثير من الاطباء يعني افتكوا بحياه ناس وماتت ناس بسببهم واشتكت الناس عليهم، لكن اي اجراء قانوني الادارات الفاسده اللي نعاني من عندها في بابل كثيرا. الادارات الفاسده؟ اي نعم، ادارات فاسده. هو حتى بزمن دكتور جواد البيرماني هواي كانت لكم مشاكل. اي واحنا هم ماضيين بالموضوع. انا بالمناسبه يعني اخواني الاعزاء في مجلس محافظه لهم يعني امور تحتسب كثيره، لكن الامور اللي انا يعني احسبها عليهم انه ما غيروا بالادارات. نادينا كثيرا وتكلمنا بالموضوع كثيرا، ما غيروا. الان حقيقه لهم موقف بطولي على اساس انه بدينا نتناقش نغير هاي الادارات. اخي استاذي العزيز، اكو موضوع مهم. يصير اني مدير دائره مسؤوله عن الماء، مدير دائره الماء مسؤوله عن الماء، انا مأمن به والناس مأمنه به، تشرب مي لازم بكلور، على الاقل بكلور. يصير تجيني مواقف شهريه كلور 0 وهذا ما اسوي له شيء؟ طبعا لا، لازم يصير. طلعت في فيديو قلت اطلب من السيد المحافظ اجراء تحقيق واعفاء هذا الرجل، مع حبي وتقديري لصديقي واخوي، بس انا عمل دا احكي بمهنيه. اكو نسب كلور 0. يصير تحجون تأنبون جماعه الصحه العامه لان يعطون يعني طالب بكتاب رسمي يعطون تقارير المواقف، تمنعوهم. يصير شو الموقف عدنان فيحان؟ خلي يسال روحه. شنو موقف عدنان فيحان؟ هو خلي يسال روحه يجاوب نفسه. يعني يجاوب نفسه. وصلت له الدعوة. تدري في كوثا مدينة السيد المحافظ الموقر في كوثا بسبب هذا التلوث عدة تقارير وجود بكتيريا السالمونيلا في وقتها اللي ممكن تفتك بالناس لولا لطف الله. 9 مجمعات بها سالمونيلا، ويعرفون المختصين شنو سالمونيلا اللي ممكن يسبب لك الديارية الدموية او نسميه الاسهال الدموي. مو بعلم المحافظ ما يعرف الشخص، مو وظيفته. ولا قل لي تعال انت، ما عنده ولا قل لي تعال انت، ما عنده مستجد، ولا قل لي تعال ترى رئيس لجنه الصحه انت عمي سولف لي هاي التقارير شو تقول. ما عنده حقه، ما يعرف، مو شغلته. طلعت انا زين ما يعرف، ماشي دكتور، طلعت حكيت سمع من عندك هذا المعني الموجود. مع احترامي لهذا الشخص ماكو غيره، ماكو غيره. زين يقولون ما عندنا احنا اموال نشتري كلور. اخي ذمة الناس برقبتك، ما عندك تشتري كلور قول تعال يا مجلس محافظة، تعال يا وزارة، تعال. لا عوف المليارات، ما عندنا اموال، تعالوا فرضوا لنا قانونا تاخذ من كل بيت هالقد، والا راح اضخ مي ما بي كلور. انتم حطوا كلور، مشكلتكم تموتون براحتكم. دكتور موضوع فدوى اروح لك، موضوع اخويا بابي، التقشف المالي، اخويا كذوبه، هو فساد كبير كذوبة. اخويا فساد كبير. بابل امانة الله وخصوصا بالجانب الصحي على شفير. وانا كله دا اكشفه. سولفت على الغابات وسولفت على المي. طبعا بالمناسبه لما صديت لموضوع المي قلت اطمئن الناس من اخونا احمد عماد جزاه الله الف خير، ثار الموضوع. اطمئن الناس ان انا عندي نتائج، الامور جيده يعني ماشيه. تراجعتها لشهر الامور ماكو شيء، لكن فيما بعد ذلك من راقبنا. تدري التقارير كانت ما توصل لي ليش؟ الا قعدنا لازم هاي توصل لي، تعطون نسخه من عندي جبرا
توصلنا. تدري انا طالب هسه فاتح قضايا على على شغلات بالصحه، الوزاره تقول لهم ممنوع تعطوا ورقه واحده، ورقه واحده ما تعطوا. هاي مكان مال الوزاره الساعده، ورقه واحده ما تعطوا. قضايا فساد اخي، قضايا فساد. عقد الزواجات بقضيه فساد، الثلاسيميا بها قضيه فساد، الدنيا كلها بها عمي الصحه كلها فساد. دكتور ذكرتني بموضوع عقد الزواج. عقد الزواج كانوا يجون، هذا حلقه واحده اسولف لك، لا هذا بيه تفاصيل. واريدك والله برؤوس لا اقلام. لا لا ما راح اسولف. انا اللي اتذكر، لا والله ما راح اسولف ماشي، بس أبداً. انا اللي اتذكر عقد الزواج كان مجانا بالمستشفيات، هسه صار 75. بعدين الله هداهم وتعرف الدوله قلب والده، عوف الفلوس، سووا 65. عوف الفلوس. هاي شنو المشكله؟ خويا عوف الفلوس ما يخالف، خلي يبوقون المواطن، خلي ياخذون المواطن، خلي يقصبوه. بس يصير انا اجيك استوني متزوج وزوجتي متزوجه، يعني ازواج جدد، نعم. نجي نسوي فحص الثلاسيميا، واللي يقرا الفحص هو مو طبيب اختصاص امراض دم. ثلاسيميا، تعرف شنو ثلاسيميا؟ لا شنو بخلينا تعرف شنو ثلاسيميا؟ نعم. يعني اذا جاك طفل صار بي ثلاسيميا، اذا انا يسموني كارير وهذا وزوجتي كارير، ما بينا شيء احنا انتقلنا الجين صار بابني هسه ما اعرف انا شويه متخصص، مو يطلع بيه ثلاسيميا يبدل دم يقضي طول عمره. لا اله الا الله. يصير تنطي نتيجه تمشي بشخص مو مختص. زين، هاي وحده. يصير تنطي نتيجه بيها سسبكت، بيها انه اكو شكه هذا بيه ثلاسيميا، السي بي سي طلع لي اكو اشاره للثلاسيميا، والاتش بي اي 1 سي قال نيجاتيف، بس هذا must be still suspect، هذا يبقى سسبكت. لازم اروح اسوي فحص اخر موجود بالعقد. الى الان مسوين يجوز 100,000 فحص واحد ما مسوي. لا لا، حتى قسم التفتيش. مرة قلت اني قلت وقد يموت لدينا كبار واطفال بسبب الماء الملوث. يقول واحد فاسد يقول لي اثبت انه ماتوا بسبب الماء الملوث. خويا شو اثبت؟ 1,600,000 يوصل ماي ملوث، مات. من يدرون بهذا مات بسبب الماء؟ يموت مليون، شنو المشكله؟ بيه فلونزا، بيه فلان شيء، بيه مثلا جاسترايتس، بيه غير شيء، وجتني هاي جتني السالمونيلا. انا مريض مثلا عندي خلينا نقول لا سمح الله اسهال نتيجه مثلا تسمم غذائي بالاشريشيا كولاي، اشريشيا هيمولاتيكس مثلا واتفر، واجيت اخذت مي بي سالمونيلا، زيدت مالتي سوء الحاله، متت. ما يقولون بسبب الماء، يقولون هو كان مريض ومات. ناسنا فقره. اي طبعا ناسنا فقره. هيج حياه الانسان ما لها قيمه؟ لا ما لها قيمه. شنو سوى؟ شكل لجنه والى الان ما كل شيء ماكو، صار لنا حياه الانسان. وعندي هسه انا فد حلقه اجيب لك نقعد نسولف عليها، اجيب لك كل تقرا كلور صفر كلور صفر كلور صفر. الكارثه الكبرى القانون العراقي ده يقتلنا. شلون؟ عوفه حلقه واحده. هيك مقتطفات دكتور. الصحه العامه، الوزاره تقول للمختبر مال الصحه العامه اللي هو مسؤول، لازم انا العينه مال مي مالتي من تجي يوميا لازم افحصها، بيها كلور لو بيها بكتيريا لو ما بيها. زين. غير هيجي اكيد. فعندي 300 مجمع، غير لازم يوميا تجيني 300 يعني مجمع ومشروع، غير تجيني يوميا 300 عينه مفروض. مو القانون شو يقول؟ شو يقول؟ اذا مجمع كبير مره واحده تاخذ من عنده عينه بالشهر واحده، يا يوم 29 يوم 8 مره واحده بالشهر، واذا ذن القريبات مراكز لا مرتين كل اسبوعين مره. والبقيه هاي الايام الفاسد ذكي، ترى الفاسد يعرف. طبعا بالمناسبه هم اكو فاسدين يجوز بالصحه، يقول له يا يوم تجيني اجيك يوم 30، خلاص انا من يوم 1 29 اقدر ما اخليك يوم. من تجي من يدور وراي؟ من يدور وراي؟ طبعا. من يجي حسين داموشي وجايب الجهاز مالته اللي اشترى لي حدا المطيري ب 300,000 دينار، الدوله ما عندها تبرع لحدا المطيري جهاز مال قياس الكلور، ويقيس ويعطي نتيجه، يقول انت منو؟ انت جهه غير مصرح لك بالعمل. زين دكتور، قسم التفتيش بالصحه شنو دوره؟ لا تعليق دكتور، انت راح تخليني اعوف الحلقه واطلع. انت ما خليت واحد. والله الغيور والشريف غير يدق على راسي. لا حقيقه. ايش قد كاشف لك اني؟ لا كاشف لك الثاني. نعم 5% من الحقائق. يعني انت هسه اتهمت، هو مو اتهام بقدر ما هي ربما حقائق. انا اقول حقائق احسنت، وانا مصححتها. لا مو الناس لا تقول انت ايش سويت، انت شنو، بس السوليف، بس اعلامي تتهمني. انت مو انا عضو مجلسي، اوكي انا وياك عضو مجلس، بس اني غرضي من هذا الاعلام حتى ازيد الوعي عندك، حتى تعرف هاي التشكيله الحكوميه ايش تسوي عندك. انت محارب من قبل وزير الصحه؟ اني ما قبل يستقبلني اني وعضو مجلس النواب العراقي الاستاذ مصطفى القراوي، قال لي يجون، ما استقبل. ليش؟
لان جاي يطلع ملفات فساد. كشفنا الفساد، ملف الفساد، وحكينا به لان عندنا معلومات كامله. لان مصطفى القرعاوي النائب اللي قدم الحقائق بهذا الفساد للنزاهه. زين، والنزاهه سوت تدقق بالموضوع ان شاء الله وتحقق به، وان شاء الله ستتخذ الاجراءات. وستتخذ هي واقع. صار 6 شهور، صار 6 اشهر غير هو الموضوع، صار له 6 شهور عمي، حتى اذا صار له شهر. انا بس اقول لك السلام عليكم اخويا عزيزي، انت محقق، احطك على راسي، بس روح قول لهم هذا البرنامج اللي انتم موقعين عليه ب 800 مليون وينه؟ راح يقول لك ماكو. شلون صرفتوا وقعتوا على الصرف؟ شلون تستلمون فلوس؟ شلون وقعتوا على الصرف مالته؟ يقول لك مو الشركه الاستشاريه. طبعا عندهم واحد فاسد يلقنهم للصحه، واحد أكيد. فاسد قانوني. هم كتبنا باعفائه ودليل الفساد موجود. اكيد ما يعفونه. مو هم كتبنا باعفائه، مو يقول طبعا هو خارج قوس يعني، بس يحيك المؤامره ويدفعها بعيدا عنه. دكتور انعفى ولا لا؟ ننتظر الاقوياء لاعفائه. من الاقوياء؟ والناس تجي عبالها عضو مجلس محافظ او رئيس لجنه عبالها حاط ساطور وطبر بيده. لا عمي لو اوذي منه عمي، اني هسه راح اعطيك بالدليل. واحد ممرض فني لا يمكن ماهر يعني، هذا مكمل اعداديه، مدري والله ما ادري، انتهت علينا، مو ما حد مكمل اعداديه، ممرض ماهر. هذا ينتسب لاحدى السياسيات، ينتسب لها. هذا متهم ببيع حليب وترويج حليب، وعندي سكرينات. حلو. سكرينات موجوده عندي، بيع حليب، مو يبيع لشركه معينه يروج لها. اتحداهم راح ادز لهم كتاب بي مخالف للوصف الوظيفي، وعليه شبهات. هسه شبهه مو فساد، عليه شبهه انه يتاجر بالحليب، فحفاظا على الصحه العامه وحفاظا على هيبه الدوله وحفاظا على القانون، طلعوه من مسؤول فلان ردها، نقلوه لغير مستشفى او بقوا بنفس المستشفى، بس ودوه القسم لا نسائي ولا اطفال. راح اوعدك وادز لك الكتاب واشوفهم يسووا له وما يسووه. تابع للسياسيه، يشتغل بكيفه. والله هاي السياسيه بطله والله العظيم. ويجيبون واحد شريف نظيف يردون يخلوه هيك على قسم معين مهم، يجي هذا البسيط الموظف، انا اعتبره رجال هيك يعني مع احترامي لقيمته، بس اقول ما عنده يعني، المفروض ما متنفذ خريج يعني، ممرض ماهر، ما اعرف هسه هم راحت عليه، تاهت عليه هاي الوصف الوظيفي. المهم مكمل اعداديه تمريض، هذا يجي يؤمر مدير مستشفى يقول له لا تطلع هذا، يعني مفصل مهم، ممرض يؤمر مدير مستشفى يقول له طلع هذا ضمن حمله النائبه. حلو. لا تطلعه. نائبه فازت خسرت؟ ما اقول حتى ما تبين. ايش نقول؟ ايش مدري. لا مو حتى ما اضوجها، لان هي مرشحه لتسنم وزاره. عليك العباس قل لي. وعلي اذا صارت وزيره يعني معناها تلاطش وياها بعد انا هاي السنتين الجايه شي يخلصن ما ادري. لا حول الله. اي والله. زين اذا هي من هسه فاسده والجروب مالتها فاسد. لا مو فاسده نقول عليها، نقول يعني هي عمو العباس فاسده متنفذه. اي فاسده متنفذه انه تؤمر بالخطا مما كسبت ايدينا يا اخويا، مما كسبت ايدينا. يعني انا هسه هي ما تعرف يجوز ما تعرف الفساد ذولا، بس تقول له يا مدير الفلاني يا مدير ذولا روعي، ترى وين ما يردون اعطيهم مكان. يعني شنو معناته؟ والمدير يخالف الوصف الوظيفي ويخالف شبهات الفساد اللي موجوده، واحنا حقيقه نريد ندفع الاذى والفساد، ما نريد نسوي شوشره. يعني عيب انا اشكل لجنه تحقيقيه على ممرض مدري شنو شغله حليب، عيب، ترى كلش عيب. مو لذلك نعطيهم اخوان، نظفوا لنا خدج المعقم لنبي مال الاطفال، نظفوه، جيبوا ناس شرفاء، نظفوا فلان شي، هذني كل وحده بيها تماس بحياه نظفوها، جيبوا ناس افضل ما يكون. وهو موظف هذا من طلع منا يعني، اذا هو مو فاسد وما منتفع، شي ضره راح يصير على غير قسم؟ شي ضره؟ الضعف بالاداره هو سبب الفشل. دكتور هو اصلا مدير صحه بابل يشترى وينباع لو تصويت عليه؟ والله لا، المفروض تصويت، المفروض يعني يشترى ويتباع. ما ادري هاي بيها، انا اذا عندي دليل بيدي على المشترى قبل كانت اكو يعني ادله هسه مو ملموسه، يقولون قال الراوي هذا اشتراها بشقد، هذا اشتراها بهالية. طبعا مو احنا السياسه نفسها تقول، السياسيين الكبار المخضرمين نعم. كبار اللي ما حد يندحش بيهم كلهم يقولون هيجي. وبالتالي هو الواقع مزري، واقع مزري. دكتور يعني لا عضو مجلس نواب يقدر يحاسب الفاسد،
ولا عضو مجلس محافظة يقدر يحاسب. راح تقول لي شنو السبب؟ ولا القضاء يقدر يحاسب. شنو السبب؟ ولا النزاهة تقدر تحاسب الفاسد. إيه؟ هذول منين نازلين؟ من الكوكب الآخر؟ لا، مو اكو مفاصل اللي هي المفروض تتحكم بالموضوع، جايبها المتنفذ الفاسد. جايبها المتنفذ الفاسد. هو جايبها، ولذلك انت يعني مثلا راح اقول لك شغله، مع كل الحب والود والاحترام والتوقير والتبجيل والتمجيد، بهيئة النزاهة مكتب تحقيقات بابل اجيت انا قمت يعني من قد ما لعبت روحي من الموضوع، قمت ما اسوي لجنه تقصي حقائق وما ادري شنو واجيبها رسمي وامثل المجلس، لا على السريع هاي السالفه تاخذ لها اسبوعين شهر، اجي على السريع اقدم اخبار حتى اختصر، لان هي بالنتيجه راح وين اروح؟ الدعاء العام جزاه الله الف خير جدا متعاون وجدا حازم بهذا الموضوع، حولها للنزاهه، النزاهه يخابروني خوب اجاني قبل للنزاهه، اختصرت هاي كلها، جيت قلت لهم السلام عليكم. وعليكم السلام اخوان، عندي اخبار عن تجاوز صلاحيات، اضرار بالمال العام، اضرار بالصحه العامه، 3 جرائم من قبل فلان وفلان وفلان. هذول سووا فلان وفلان وفلان المعنيين بالموضوع. عيادات طبيه شعبيه اللي هي تقدم بسعر مدعوم للمواطن جماعه الامراض المزمنه كلهم، جماعه 5 أو 6 انواع، قدموا لهم خدمه طبيه مدعومه ب 3000 دينار باص، يعطوك ادويه، يعطوك رعايه كذا كذا، ايكو يسوي لك ب 5000، رنين ومفراس تجي بنفس اليوم تسوي ب 42000. اخواني هاي تنفتح بامر وزير، فتحت بامر وزير قالوا ايه، غلقها يجب ان يكون بامر وزير اللي هو رئيس مجلس اداره العيادات الطبيه الشعبيه. انتم على اساس تغلقون هذا الموضوع؟ منو انتم؟ قال دكتور الشركه التركيه. بابا انتم مو دماء، مو بكيفهم تسمحوا لهم. تصور وصلت حاله غيروا الاقفال مال ذني العيادات الشعبيه اللي بالصادق بدون ما تدري العيادات. حلو. مو المهم، فهاي هيمنه مثبته بكتب العيادات الطبيه الشعبيه، تقول سووا بينا هيك وهيك بكتب رسميه، واضروا بكبار السن وامراض المزمنه وكذا، واضروا بالمصلحه العامه. الكتاب يقول اضر بالصالح العام، هدر بالمال، الكتاب يقول مو اني. زين. بعدين العياده الطبيه الشعبيه دزت كتاب تقول انتم ما يصير تغلقوها، افتحوها والموارد ترجع لنا، وانتم مال الجناح الخاص هذا الطامه الكبرى اللي على التركي. قلت لك حلقات نحتاج، ترى هذا ما مشمول بهذا، اعطونا فلوسنا ما اعطيتونا اياهين. اروح اقدم بها اخبار بالنزاهه تغلق خلال شهر؟ ليش؟ تغلق ليش؟ سألهم ليش تغلق؟ مو هذا تجاوز صلاحيات، ذولا غلقوها وهي لازم تغلق بأمر وزير. ذولا سببوا ضرر للناس من رجعوهم لأهاليتهم ما تعالجوا. الفلوس كانت تروح إلي للدولة، جزء للدولة العيادات الطبية الشعبية ما راح أخذها. الرنين اللي كان ب 42 استاذ منذر أدق على راسي، والله العظيم والله بذيك الفترة دقيت على راسي بالقرآن. والله تدري بيش ابو 42 سواه 186 بالوصولات عندي 186. تدري الايكو ب 5000 اخذوا 110 عليه. شنو هالتسليب؟ تسليب بعلم الحكومه وعلم الجهات الرقابيه التنفيذيه التي المفروض ما تسمح بذلك. يعني احنا عندنا حياه المواطن العراقي ما تسوى ولا فلس. المواطن بس بيوم الانتخابات يعادلونهم بالذهب. اقول لك الصدق، يقشمرونهم 4 سنوات. اقول لك الصدق الان المواطن سلعه للدوله، سلعه كاستمر استفاد من عنده، والله وبالله وتالله يستاهل. المواطن الان سلعه للدوله. راح اقول لك شغله واحده، الدوله الان انت حكيت على فحص الزواجات، قلت لك خلينا نفرد له حلقه خاصه. نعم. الدوله الشركه طبعا كانت الدوله هي تقدم الخدمات وتشتري الدوائر الصحيه، تشتري وتقدم باسعار رمزيه الفحص، مو ولا خلفة الله عليهم، هم يعني بفلوس المواطن يسوي فحص مال الزواج، مو هديه الدوله اللي تاخذ من عنده فلوس. ما يخالف مو كل شيء مجاني، لا ما يخالف مو كل شيء مجاني، صح مو مجاني والله مخجل والله. لا ما يخالف مو مجاني. تعال اجاني الطول العقد الشركه تاخذ من هاي الحصه، كانت 75 ياخذون على التو كابلز يعني على هو وزوجته، وسواها 65. الشركه تاخذ معدها 39 26000. وين تروح لي نص المبلغ؟ وين تروح للدوله. عيادات طبيه شعبيه يوزعها على الموظف ويوزعها على هذا وعلى الاجنحه الخاصه. اخي البنايه مالتي مال الدوله مبنيه، الاجهزه جابتها الشركه، المواد جابتها الشركه، الموظف تعطي راتب مع احترامي خليه على راس الموظف اخليه على راس تعطي راتب. وش قد ياخذ من هاي؟ فلاسين.
فليش ما نقطعها وارجعها للمواطن؟ وهاي واحده من توصياتنا باللجنه اللي ما اكتملت الى الان بسبب عدم او بسبب ممانعه صحه بابل بتزويدنا بكل الاوليات، لان الوزاره ما تقبل. بس انا كل شيء صار عندي جاهز، خلال اسبوع نكمل اللجنه وافضحها للراي العام، اقول لهم تعالوا دكتور احنا وياك اسمعوا. وكل شيء فصار سلعه لو مو سلعه، صار سلعه لو مو سلعة. سلعه، على كل اثنين تاخذ 26,000، تاخذ 26,000 تاخذ ليش خوب؟ انت تقول انا هاي ما ادي اصرف على المواطن، من حقي ما ادي اصرف عليه، ما عندي فلوس، فقر، فلسيت، يا المواطن ادفع فلوسك بيدك انت. مو وتعالوا سووها برنامج، يعني سووا فد شغله بيها كومبيتيشن مرتب، اعتمد لك شكو مختبر انت مطيه اجازه، شكو مختبر انت مطيه اجازه بالمختبرات الاهليه، قل له سووا هاي الفحوصات وتنافسوا بيناتكم. اكو مختبر قال انا اسوي ب20 هذا الفحص، اقدر اسوي ب25، ليش المواطن يدفع 65 وبأحدث الأجهزة ما يخدم، وبشركة إيطالية أجيبها، شركة إيطالية وكذا. ها بس لا تسوون تطوها مثل كورونا، كم مختبر كان احتكار تستفادوا من عنده ويعطي نتائج كلك وما أدري شنو. حلو. هو كله كلك نفس كورونا. لا، مؤسسة الدولة، دولة المؤسسات يجب أن تعمل بشكل لائق يا أخي. شلون تعمل بشكل لائق وهي مليانة بالفساد والمفسدين؟ هو نعم، هو هذا اللي أقوله، هو هذا اللي أقوله. زين يابا ما يخالف، انا اسعد. اما اذا ان شاء الله في حلقه قادمه افتح لك قصه مصنع الصحه الوطني يا اخويا، مو تلطم بيناتنا الله، يعني بيناتنا انا طبعا عاد هذا السؤال، مصنع الصحه الوطني ومنتجاته ومشكلته ملف كبير. انا حقيقه يعني يراد لي عده حلقات، سلسله حلقات وياك والله العظيم، موضوع مخجل. البرنامج برنامجك، لانه هذا برنامج الشعب وبرنامج العائله البابليه. انا اقول انا بقناعتي هذا الفساد ما راح ينتهي اذا ما نبدل منظومه. هسه أنا دكتور، هسه مال المنظومة احنا الحمد لله والشكر قبل كم يوم انتخبناهم ورجعناهم والحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر. كيفما تكونوا يولى عليكم، مو صح؟ أنا أقول اليوم هسه يعني حقيقة والله حتى بعد ما أعرف شلون أصيغ السؤال، أريد أوجه في السؤال للنزاهة وإلى القضاء في محافظة بابل. سألتني على التفتيش مرة هيك. أنا هسه بس أرجع لك. أنا أقول اليوم دكتور حسين الدهموشي جاي ينطيك أدلة واعترافات. أنت يا لجنة النزاهة، يا القضاء العراقي، يا وزير الصحة. لجنة النزاهة بالمجلس مش شغالة ويانا، تقصد على هيئة النزاهة؟ نعم هيئة النزاهة. لجنة النزاهة شغالة ويانا. لا هيئة النزاهة. ليش لحد الآن ما جاي تتخذون قرارات بحق المقصرين والمفسدين؟ هذا أنا ابن بابل، مواطن بابلي، أنا أسألكم بالنيابة عن الشعب البابلي. سمعنا دكتور حسين الدهموشي رئيس لجنة الصحة والبيئة في محافظة بابل، وهو ممثل الشعب، ممثلنا. زين أنا اليوم جاي نطرح، الرجل جاي يحكي وجاي يعطيكم أدلة، ما جاي يعني تتخذون أي إجراء قانوني بحق المفسدين. ليش؟ يعني مو هذا احنا ايش عندنا ماكو رأي شعبي ضاغط للأسف دكتور. ماكو احنا كعراقيين مؤمنين بالقضاء العراقي، مؤمنين بالنزاهة. زين انا من اشوف ملف فساد يوصل للنزاهة ويوصل للقضاء وماكو اي اجراء قانوني، انا اشوف اليوم اطباء جاي يفتكون بحياة الناس ويموتون بسبب التشخيص الخاطئ والعمليات الخاطئة، والطبيب ما زال يمارس وضعه الطبيعي وفاتح عيادته وجاي ياخذ. هاي كارثة. زين انا ارجع لسؤالي اللي رجعت عليه، انا اقول اليوم عندنا قسم الرقابة في بابل. زين هذا قسم الرقابة ما جاي يطلع على هاي الصالونات اللي كلها منافية لشروط الصحة، صالونات صارت عبارة عن غسيل أموال. اليوم هاي دور الرقابة، وين دور الرقابة الصحية؟ قسم الرقابة الصحية، والمعني أيضا بهذا الموضوع قسم التفتيش. أحسن. اعطيني أنا هسه أسألك، وأنا وحقيقة والله العظيم لو هذا اليوم ما طلع وياك حلقة. وأنا هم سنفضحت نت. أي بالله العظيم. يعني بخصوص هذا السؤال لا تعليق. ليش دكتور؟ لا تعليق. يعني هم فساد ومفسدين بالرقابة وبالتفتيش. الوحدة بآمرها. الوحدة بآمرها. يعني نقطة رأس السطر. يعني مدير صحة بابل. وهاي رسالة، لا عوف المدير الصحة، لا مدير الصحة مدير. زين. مدير بس عنده أقسام. مدير قسم. اكو مدراء اقسام، مو
من تروح للرقابة، شعبة الرقابة الصحية شعبة بها مدير يتحمل نعم. المسؤولية، اللي الآن عليه ملف مفتوح عندنا وتحقيق وعندنا توصيات. زين. احنا مشكلتنا شنية؟ حتى على التوصيات قمنا من يعني حقيقة موضوع مؤلم أمانة الله، يعني أجي ألقى حقائق قدامي وأثبتها. حتى على التوصيات تجي قوة تصادقها المجلس شجاع، رئيس المجلس شجاع يصادق مباشر. زين هاي من صادقة أني مجلس محافظة، اللجنة بيها 3 أعضاء مجلس، رئيس مجلس مو يصادق على اللجنة وندزها وما تتنفذ التوصيات. من اللي تتنفذ؟ من الجهات المعنية وخصوصا الصحة. احنا عندنا أخطاء موجودة، مو احنا الأخطاء الموجودة اللي كشفناها والكتبنا بيها، ولذلك عتبنا الكبير على هيئة النزاهة، وحقيقة نريد اهتمام منقطع النظير من القضاء. يعني مشاكل، لأن احنا المرتادين هاي الصالونات وغيرها أو المطاعم أو غيرها، يجوز أني وأنت وابني وابنك وغيره. دكتور، مدير قسم التفتيش متهاون بهذا الموضوع؟ ليس على قدر المسؤولية مع احترامي له، طبعا هذا هو مو تنكيل، لكن أقول ربما الرجل. دكتور، احنا ما لنا علاقة بالعلاقات الشخصية، احنا نحكي عن دور. ليس طبعا هذا شلون، هذا منين الكلام مالتي خلال 2 سنين أنا أميز وأوزن، عندي ميزان. ليس على قدر المسؤولية المناطة به، تمام؟ والدليل هذا الواقع اللي موجود عندك. زين، لا مدير التفتيش على قدر المسؤولية ولا مدير. أنا أسألك سؤال وهذا طبعا لا يزعل من عندي، هو حبيبي وعزيزي. من أني تجي شغلة يمك توصل يمك زين. وأنت من وصلت يمك أنت دورك هسه دورك أنت قسم تفتيش، مدير قسم التفتيش، ارتباطك بالوزارة، لقيت إنه هاي الموضوع بيه هدر مال عام، صار عندك علم وتحس الدائرة تتغطي الموضوع أو تسكت. أنت شنو دورك مرة أقسمت على صون الأمانة، ومرة لك حنة ورنة رئيس قسم، مو يقيلوا يخاف يقيلوا، يعني لا خير بالمنصب اللي يجيبني إلى فاسد. هو لا خير بالمنصب، بس ركزوا يعني، لا خير بالمنصب اللي أروح أمسح شتاف فاسد وأتملق له حتى يجيبني بي. لا خير بي. سود الله وجه أي إنسان، سود الله وجه أي مسؤول، مو اللي يتملق لفاسد. أقل شأنا مع احترامي شأنا اجتماعيا وعلميا، عيب دكتور على مستوى دكاترة، عيب أنا أصير مساح شتاف وأنا لقبي بطولي دكتور طبيب، عيب. سود الله وجه المنصب وسود الله شنو منصب شنو غيرها. أما أكون أو لا أكون، عندنا صناديد كانوا بوقت مدير الصحة الفاسد المحكوم واللي هسه طلع بالعفو 20 من 30 قضية، وقفوا بوجهه وكفخوا مو ماديا، لا كفخوا بالفساد، طلعوا الفساد وطلعهم وما اهتموا. زلم هم الحمد لله وشكرا. زلم ذيك زلم. أغلب العفو شمل الفاسدين والله ربحهم. العفو الذي أقرته حكومة الإطار الموقرة. بفترة من الفترات دكتور ربيع شغل منصب مدير صحة بابل. نعم. يعني بفترته يعني حارب كثير من الفاسدين. نعم. لكن برمشة عين دكتور ربيع قالوا من المنصب. شنو الأسباب اللي قالوا؟ ازلمة بحظ. هو الازلمة شنو؟ شجاع، عنده فلكسبيليتي وأجاملك ممكن، بس من توصل كسر العظم أقول لك روح، الله موجود، الله أكبر من عندك. هو طبيب محترم ابن عائلة حلية محترمة لها تاريخ، هو إنسان محترم إنسان عصامي، من وصلت كسر العظم قال روح، لا حاجة لي بوزارتكم. عافية. نعم هيك حجاها. صنديد ازلمة سيشهد له التاريخ. ازلمة منو طلع؟ ازلمة الوزير، معالي وزير الصحة الموقر المحترم. والله لو معالي وزير، شوف أنا له ناصح أمين، لكنه لا يأخذ بالناصح الأمين. لا ما يخدمه طبعا. أنا إلي ناصح أمين، ولو هو يعني على العموم بعد الرجل صار منتهي ولايته، ونأمل أن لا يجدد له، ونأمل أن لا تتسنم الأفعى. وزارة الصحة هنالك أفعى
يعني هسه الحمد لله والشكر. أفعى قد فتحت فاها. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف راح أقول لك واحدة من جهل الأمور، يعني على رأس الهرم خال لجنة تقيم الدوائر من ضمنها دار الصحة اللي يقيمهم طبيب محكوم عليه حكم وعليه 5 انذارات وما أعرف شنو. دزيت له رسالة قلت له عم أنت إيش بيك دايخ، أنت منتبه لروحك عم دشيلها تفضحنا، دشيلها تفضحنا يرحم والديك. خوش من طلع دكتور جواد نفس هذا الطبيب هم الجماعة توسطوا له من الوزير يريدون يخلوه شنو مدير داء الصحة. وإذا قاعد بوحدة من المطاعم هو اللوبي مالته وقال لهم باكر جايكم مدير، دزيت الوزير قلت له معالي الوزير أنت بشهر السادس دزيت لي هاي اللائحة بها المعايير، هذا يضرب معيارين، هذا محكوم عليه حكم وهذا عليه 7 انذارات يرحم والديك. انت صاحي يعني مدير صحة بابل، مدير صحة بابل محكوم وعليه انذارات اللي راد. لا هو كان هو تسنى مدير صحة مرة حكم وطلع واحكام ما ادري شلون مشيت الامور، يعني قصدي اكل جزاءه. نعم. فهذا نفسه خلوه بلجنه تقيم الدوائر من ضمنها هو يقيم دار الصحة. شلون يخليه؟ فحاتيت المعني قلت له عمي هسه تفشلنا دلغي وهسه يمكن ما صحح اللجنه، المهم ما اجى يقيم. واذا كارثه اذا ياخذ بتقييمه هذا الشخص المعني كارثه، واذا طلع ما اخذ بتقييمه بيناتنا الله اطلع هيك على شو اسمه على الاعلام اقول كارثه. نفسه هذا رادوا يدوروه كمدير دائره مكان من مكان دكتور جواد. خوش فتلاحقته بالليل دزيت للوزير ذني موجودات على الواتساب. خوش تدوير. اي تلاحقته قلت له عم انت ايش تحكي تفضحونه؟ هذا من اخذت الافعى، اخذت تقول له هذا خليه مدير الافعى. تسمعني هي الافعى. هواي بس اريد ضربة الله حقيقة، لانه اذية الناس من ما وراء 2 3 فاسدين امرأة؟ كبار متنفذين، امرأة ازلمها ماكو فرق هو شو اسمه. خوش اذية هاي الناس ما وراء ذولا. هاي هيج قوية وعندها نفوذ. الله اقوى لا شك، الله اقوى. لا هو شوف بعض الاحيان الله سبحانه وتعالى يريد يختبرك ناس في مكان معين يريد يختبرهم، فيجيب لهم هذا الفاسد او الفاسده يمتحنهم يمتحنهم به، بس ضربة ربك كبيرة. دكتور يعني حقيقة الحديث وياك ذو شجون، أنت دمرت النفسية وخليتها 0. لا بالعكس تشخيص الأخطاء هو احنا لا مو قصدي أنت حضرتك اليوم كشف ملفات الفساد أمانة كبيرة بعاتق عضو مجلس النواب وعضو مجلس المحافظة. لا زين، ومنها من دفاع ثمنها ما راح اقول لك شلون دفاع ثمنها، لكن اني اول ما تصدينا اكو مقوله رائعه الحيدر المطيري، النائب حيدر المطيري يقول احنا من اجينا طبينا بهذا العمل خلينا دمنا بيدنا. صح. فامانه الله وحده وما راح اسولفها، يجوز بعد 20 سنه 25 سنه اكشفها دفاع ثمنها، لكن ما اعترف باكبر فاسد. ما كان لله يعني. ليش؟ اكو رعايه الهي شغله انا ميت بيها، الله واهل البيت طلعت مثل الشعره من العجين، يعني خسائر بسيطه بس هو حتى الله سبحانه وتعالى هم يراويني يقول لي شوف هاي قدرتي شلون اقدر احفظك يعني، فلا تهتم ذولا. الله الحافظ. الله الحافظ. فبالتالي احنا نريد نصحح، احنا نريد نعالج دكتور، مو هدفنا نكشف، ترى كشفنا حتى نوعي الوادم. لا طبعا، ولان ما حصلنا يعني نتيجه. انا ما اريد بس افضح، شنو فائده الفضيحه؟ لان انا هم اضغط على الجهات المعنيه طبعا، نزاهه وغيرها، اضغط عمي عجلوا الشغلات اللي عندكم بيها ادله عجلوا. اخي عليش منتظر؟ عجل. ما يصير انت رايح لي راكض على فلان المستشفى بقضيه كلها 30 مليون فسادها 3 ملايين نشرتها وشهرتها على الاعلام وقضيه بها مليارات عايفه. دكتور المستشفى الحكومي ايش قد تنطونا شهريا او سنويا؟ تعتمد على التمويل. احنا صحة بابل كلها مستشفيات ومراكز تقريبا نحتاج 52 مليار يا دوب تكفينا سنويا. اي يعني هاي 16 مستشفى 125 مركز صحي 10 مراكز تخصصيه قطاعات. زين. فحسب يعني هو بعد هاي امور ماليه يمهم. زين دكتور يعني هنا مدى تعاون محافظ بابل الشيخ عدنان الفيحان وهي هاي ملفاتك اللي جاي. ما بس التعاون جاد، ماكو تعاون حقيقه، ماكو تعاون. كان المفروض من عنده وهذا تقصير من عنده مع احترامي، هذا تشخيص للتقييم يعني. نعم. كان المفروض يقول تعال ابوي اقعد، يعني جزاه الله الف خير. كان له موقف موضوع التركي. هسه ليش كان الموقف موضوع التركي ما ادري، يجوز لان كشفه او لان يعني سولف بي شيخ حبيب على مودي وياه يناغمه ومشى ويانا صوت وقال انا راح اتحكم يعني اتدخل به شخصي، لان الشيخ حبيب بوقتها نائب حبيب الحلاوي قال هذا تابع لفلان ابن الخنجر ما اعرف المن. نعم. على لسانه. يجوز راد يناغمه وقال احنا هذا فاتحين ملف، يجوز.
لكن تعاون حقيقي ماكو. كان المفروض يقول تعال بويا انت اخوي. هو بالفعل ابن خميس الخنجر ما عندي علم والله، ما عندي علم، بس يقال ومتاكدين ظاهر الجماعه. بس انا ما ادري، بس بصرف النظر تابع الشيعي تابع السني تابع ما شنو، له ما له علاقه، هو ملف فساد. نعم. هو ملف فساد. دكتور انا حقيقه وصلني فيديو قبل تقريبا يومين 3 بخصوص الطفل من الشوملي. ما اعرف هذا الفيديو واصل لك او لا. تخيل منين وصل لك؟ هذا ما منشور. انا وصلني هذا ما منشور على الاعلام. منين وصل لك؟ وصلني من شخصيات دزته الي ايه وقالوا اريدك تعرضه انه بالحلقه مالتك. زين. انا حتى ما اتهم من الاخوان في الوزاره الموقره باني ادي اسقط الوزاره واسقط دائره الصحه. للامانه ما سويت شيء غير بس دزيت الوزير وتفضل. هذا الوزير شنو كاتب لاني؟ السلام عليكم. هذا نفس الفيديو ولا مو نفسه؟ نسيت الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دكتورنا الفاضل، هذا المشتكي دز لي اياه خاص يريد ينشره فيسبوك، ما قبلت، قلت له ادزه للوزير، وبالتالي الحمد لله الوزير ما رد عليك. ما رد عليه. وشوف المندزيته بعد، شوف المندزيته، لانني غاسل ايدي مع احترامي من بابل، فقلت يعني مثل ما تقول بس لا تقرا الاسم. نعم. هذا بتفتيش الوزاره. حلو. خوش هم دزيته. ما رد عليك؟ يعني كنت على امور معينه. هذا يعني انت داز له على موضوع هو يحكي هذاك على غير موضوع، لان انا نشرت فيديو وكذا وقلت هيك ودا احكي يابا هاي طبيبه ترى، يعني هذا ما التفتيش الاخطاء الطبيه ملف كبير. فلذلك ما نشرته، والولد ارخصني وقال لي مروتك نشره، قلت له الخاطري ما انشره، دزه للوزاره انتظرهم. شو وقت دازان؟ 28 ثانيه. يعني ايش قد 28 ثانيه؟ تيهت حتى الاشهر. 8 10 اي 8 10 8 11 عبر شهر. هسه راح نوصل تقريبا 8 شهرين. شنو اجراء الوزاره بهذا الخصوص؟ وش قالت لي؟ الصمت. مو يقبل وزير الصحه لو كان هذا الطفيل، هذا الطفل ابنه او ابنه يصير به شلل ثنائي، من توصل يمه يختلف. يقبل هو مسؤول عن رعيته امام الله. يقبل. وهذا الرجل ما رايد شيء، كل شيء يقول بس هاي الطبيبه يعني انهوا لي الموضوع مال اللجان الفنيه، دزوها 3 لجان 5 لجان، صار لكم دازين صار لها سنتين، اريد حقي. قولوا يابا هاي مقصره اعطيه تعويض، هسه تفصل غيره ما اعرف شنو، يعني هاي روح. زين دكتور، حقيقه للاسف يعني للاسف الوقت داهمنا للاسف، لكن اريدك توعدني بحلقه وربما حلقات اخرى. وعد حلقات اكشف لك كل ملفات الفساد. احنا اشترطنا على نفسنا، وهذا كان عقد اجتماعي مع الجمهور، انه احنا نكاشف الجمهور ما بيها مشكله وفق القانون. انا من عندي شيء ثابت بالدليل دا اكشفه. خوش. فوعد وعهد انه اكشف لك كل الملفات. ملفات تخص الزراعه وصلنا لها كارثيه في دار الزراعه بابل، ملفات تخص الغابات. جيد. ملفات قلت لك يعني مال مصنع الصحة الوطني ومنتجاته ومشكلته، يعني هذا ضروري يعني جدا. هذا طامة كبرى حقيقة. ممكن يعني اتعدى على الوقت وتحكي لي فديت شيء رؤوس اقلام عنه؟ شغلة بسيطة، شغلة قيمتها 20,000. قلاص مال سكر، مال جهاز سكر، هذا يخلوه يسحب سوائل كذا من المريض، فمن يردون لازم ينقلوا الغير مريض او كذا، يعقموا، يتعقم هذا القلاص، يتعقم او ابدله اشتري جديد بمكانه. لا. صاي بيه شيء؟ لا. هذا قيمته 20,000، يصير تعقيمه يكلفني 300,000. العقل يشيلها. يصير اللي يجي يعقم واحد من خارج دار الصحة يطب يعقم لي ادوات راح تستخدم لازم يسترلايز. لا حول الله. يصير انا مطي كذا مليون مئات الملايين لشركة تركيا على التعقيم، وامانة الله يقولون زين تعقيمهم. عندنا 3 ستيشن فور ستيرلايزيشن، واشنج، ستيرلايزيشن والباكجينج. ما ادري اذا يشتغلون اطل هاي نوم جاني واوي جديد. شنو اسمه مصلحة صح. يصير والله شر البريد. يصير ذن المحاليل اللي اعقم بيهن، اقدر اعقم بيهن 5 مرات، اعقم مره واذب اترسل تكرم المجاري بهاي المواد 300,000 ينذبن. لا حول الله. يصير اعقم
ايدي الصابون الجراح اللي كنا من نلقاه بالعمليات، القاه حتى بالتواليتات يغسلون به المرضى، سعره 15,000 هو ب 2000 دينار، موجود برا تشتري لايف بوي ب5. لايف بوي. لا لا. لمن هذه الشركه؟ يعني انا حقيقه اعطيتني وعد. والكارثه الطامه الكبرى، قبل يمكن اسبوع وجهت فيديو وسويت له ممول وريلز، قلت الى الجهات القضائيه المعنيه، نزاهه، رقابه ماليه، وزاره الصحه، حققوا بالموضوع، لحد هسه كل شيء ماكو. زين، اذا انتم مجلس محافظه وحكومه محليه وما قدرتوا تقدمون، مو ما قدرتوا تقدمون، ما سمعوكم. لا، سوينا دورنا. ما سمعوكم. شوف، احنا تدري الحكومه اجزاء، سوينا دورنا. إيه، هسه هنا ما سوى دوره منه خلاص. زين، انا حقيقه اشكر صراحتك. شكرا لك. واشكر شجاعتك، واشكر اهتمامك ب اي والله مظلوم اللجنه والله مظلوم المكلف بها، ويا ريتني ما لانه حقيقه اخطر موضوع. امانه الله يا ريتني ما اختاريت هاي اللجنه، يا ريتني. تدري اللجنه بس موظف فيها بس انا مدير مكتبي فقط. تدري يعني مع احترامي لجان بالمحافظات كل لجنه وياها 30 40 واحد. زين، مبقينا كل 25 واحد. ما قبل يعطيني اياهم وزير تنسيب 3 ايام، صار لي سنتين واشتغل انا ومدير مكتبي، وجوني عقود ابطال 9 شباب سويتهم 3 لجان وما لحق، ما اقدر اسوي شيء. انا هاي لجنتي المفروض غير بيناتنا الله بيها 90 المفروض 90 موظف عندي طبعا. بس شنو اذا صار عندي 90 موظف كلها تنقلب يعني انا اقول لك تعزل الصحه، لازم تعزل، كلها فساد. كلها فساد. هذه رساله من الدكتور حسين الدهموشي لكل المسؤولين في محافظه بابل، لا سيما القضاء اللي نتامل ونتوسم بالخير. بطلوا والله، نتوسم به كل الخير. ومن النزاهه اللي امنا بها ان تنصف هذا الشعب المظلوم. ادله موجوده اللي ذكرها الدكتور حسين، فيديوهات موجوده، للاسف الشديد لا جاي يمشي بها وزير الصحه، ولا جاي يمشي بها رئيس الوزراء، ولا جاي يمشي بها مدير التفتيش صحه، ولا جاي يمشي بها مدير الرقابة في الصحة في بابل، ولا جاي يمشي بها مدير المستشفى، ولا جاي يمشي بها مدير صحة بابل. ما أعرف يعني هاي الطامة الكبرى، يعني حكاية ما أعرف اللي موجودين واللي عددتهم 3/4 شيعة. عمي، خاصة النزاهة والقضاء، أمشي عليكم العباس. اي والله راس الحار. اي والله العباس. نصفون هاي الناس، لأن هاي الأرواح كلها برقابكم إذا ما عاقبتوا المفسدين. دكتور، أشكرك مرة ثانية. شكر جزيل لجنابك وأكيد راح تكون سلسلة لقاءات وياك. خدمتكم حاضر. وأي مسؤول حقيقة شريف ونزيه وعنده ملفات فساد، احنا حاضرين لكشفها أمام الناس وأمام القضاء وأمام النزاهة. شكرا مرة أخرى دكتور. الله يحفظك. الله يحفظك لكم عزيزي، حياك الله أخويا. إذن أعزائي المشاهدين الكرام، أكيد حق الرد مكفول لكل من طرح اسمه في هذه الحلقة. استودعكم الله، على أمل لقاء بكم بشخصيات سياسية أخرى. دمتم برعاية الله وحفظه، في أمان الله. منصة درابين، المنصة الأولى في بابل.